اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم احلى متابعين في الدنيا. دلوقتي زي ما انتم شايفين دلوقتي طبق القرنبيط الكريسبي اللي انا عاملاه ده، طبعا ما ينفعش الشتاء يجي من غير قرنبيط. دلوقتي جبت القرنبيطايه قطعتها كده زي ما انتم شايفين، وحطيتها في ميه مغليه فيها كمون وشويه ملح، ونزلتها لحد ما سلقتها، وحضرت الخضره معايا. الخضره دي كزبره وشبت، قطعتها قطع صغيره، ونزلت عليها كده بمعلقه توم. طبعا حطي توم على الخضره هتشمي احلى ريحه، وهتلاقي ريحه الخضره معاكي تحفه بصراحه. جبت طبق حطيت فيه 4 بيضات كسرتهم، وعليه ملح وفلفل وشطه، وهنزل ببابريكا وكمون طبعا، التوابل الحلوه دي كلها كده معايا. وهقلب طبعا كل ده، وهننزل كده بمعلقه خل كده صغيره معايا. معلقه الخل كده هنزلها كمان مع البيض والتوابل الحلوه احنا حطيناها. وهننزل كمان بمعلقه كركم كده معاكي عشان القرنبيط يبقى معاكي كده اصفر. وبعدين هننزل طبعا بكميه الدقيق بتاعتنا، كوبايتين دقيق وكوبايه نشا كده حلوه. وهننزل كده على طول كده بمعلقه بيكنج باودر كده عليهم مع الدقيق والنشا، ونقلب كل ده كده، ونزود الميه طبعا ولا تبقى تقيله قوي خفيفه قوي. ننزل كده على طول بنص ليمونه، وننزل بالخضره الجميله اللي احنا حطيناها كمان على معلقه الثوم دي. هتشم الريحه بصراحه تحفه، بصراحه ريحه الخضره الثوم دي حلوه قوي. هنجيب بقى القرنبيط اللي احنا هنقليه وننزل عليه كده برشه من الدقيق كده. ليه نرش الرشه دي؟ عشان الكفر معاكي يبقى حلو كده ويمسك كويس قوي في القرنبيطه. على زيت سخن طبعا كده، وننزل بالقرنبيط بتاعنا كده. ما شاء الله بصوا ناشف معايا وكان جميل بصراحه، مقرمش قوي بصراحه، والكفر بتاعه ماسك. طبعا رشه الدقيق اللي احنا حطيناها على القرنبيط دي وهو مسلوق خلت الكفر العجينه مسكت فيها كويس قوي. وده كان كده القرنبيط بتاعي النهارده. يا رب تكون الوصفه بتاعتي عجبتكم، وان شاء الله استنوا مني كل جديد. وما تنسوش بقى باللايك والشير.